السلام عليكم ومساكم الله بالخير. يلا حيهم يا مرحبا ومسهلا. الحمد لله على سلامة الشاب الكويتي اللي كان ضايع في السعودية، ونقول له هلا قرت عينكم. طبعا هذه احد العوائل الكويتية اللي رايحين يقضون اجازة العيد عند جماعتهم في السعودية. المهم هم رايحين في الطريق وصلوا حول الزلفي تقريبا، وقفوا عند محطة. نزلوا في المحطة، واللي راح دورة المياه وانت بكرامة، واللي راح السوبر ماركت. يوم خلصوا مشوا ونسوا الولد في المحطة وما ذكروه الا بعد كم كيلو. طبعا الولد ما قعد يعني ساكت، أشر السيارة وكذا وقال أهلي نسوني وخلنا نلحقهم في الطريق. وهم رايحين أهله ردوا، والظاهر إن تلفونه مع أهله في السيارة، فما في وسيلة تواصل بينهم. المهم يوم ردوا أهله وهم راحوا هناك صارت لخبطة وضيعهم. افتروا ما لقوا أهله. قال الرجال اللي وقف له أنا وراي شغل واللي علي سويته، أخذك معي البيت. قال له الله يعطيك العافية نزلني به. نزله الرجال ومشى، وقاعد يفتر من منطقة لمنطقة ويحوس. خذا له أيام. بلغوا طبعا أهله وحطوا صوره وكذا، وأهله ذاك الوقت في حال ما ينحصلون عليها، ما عيدوا مثل المسلم وما يلمون. رصدوا جائزة قيمة للي لقاه، وسبحان الله لقاه واحد محظوظ. يسولف هذا اللي لقاه، يقول كنت شايف الإعلام بالصدفة وما لقيت له بال، لكن صورة الولد في بالي. يقول هذاك اليوم وصيني أهلي على أغراض من الصيدلية. المهم سلامكم الله. يقول يوم دخلت الصيدلية إلا هذا الولد قدامي. وين شايفه ما ادري، ماني متاكد. يقول انا اقرب واسمعه يقول الراعي الصيدليه ما في سجاير يبا. الله يلعنك يا كويت. يقول انا اقول له الله يلعنك الكويت، يوم كنت وينك اهلك يدورون عليك. انا اسف. العموم متحمس مع السالفه، ينطر النهايه. المهم يا جماعه لا احد ينسى احد انت المحطه.